أنا كنت نيرفس جدا وسكيرد أول ما طلب مني المستر أعمل سبيتش قدام الكلاس. دي كانت بيج تشالنج بالنسبة لي. أول ما طلعت نسيت سطرين، حسيت إني discouraged جدا وكنت خلاص هجيف أب وأسيب الستيج. بس في ثانية قلت لنفسي لا، stay calm وخد deep breath. لازم أعمل determination وأكمل وأعمل keep going. وبالفعل كملت، وفي الآخر واحد من الكلاس ميتس سألني سؤال أنا مش prepared لإجابته. بصراحة to be honest، بدل ما أفتي قلت له أنا مش متأكد of the answer، عشان كده I will do more research بكرة. بعد ما خلصت كنت upset شوية من المستيك اللي عملتها، بس في نفس الوقت كنت glad جدا إني ما استسلمتش وعرفت هاندل الموقف بأونستي. دي كانت أحسن طريقة عشان أقدر overcome الأبستكل ده وأكون braver المرة الجاية. أنا كنت نيرفس جدا وسكيرد أول ما طلب مني المستر أعمل سبيتش قدام الكلاس. دي كانت بيج تشالنج بالنسبة لي. أول ما طلعت نسيت سطرين، حسيت إني discouraged جدا وكنت خلاص هجيف أب وأسيب الستيج. بس في ثانية قلت لنفسي لا، stay calm وخد deep breath. لازم أعمل determination وأكمل وأعمل keep going. وبالفعل كملت، وفي الآخر واحد من الكلاس ميتس سألني سؤال أنا مش prepared لإجابته. بصراحة to be honest، بدل ما أفتي قلت له أنا مش متأكد of the answer، عشان كده I will do more research بكرة. بعد ما خلصت كنت upset شوية من المستيك اللي عملتها، بس في نفس الوقت كنت glad جدا إني ما استسلمتش وعرفت هاندل الموقف بأونستي. دي كانت أحسن طريقة عشان أقدر overcome الأبستكل ده وأكون braver المرة الجاية. أنا كنت نيرفس جدا وسكيرد أول ما طلب مني المستر أعمل سبيتش قدام الكلاس. دي كانت بيج تشالنج بالنسبة لي. أول ما طلعت نسيت سطرين، حسيت إني discouraged جدا وكنت خلاص هجيف أب وأسيب الستيج. بس في ثانية قلت لنفسي لا، stay calm وخد deep breath. لازم أعمل determination وأكمل وأعمل keep going. وبالفعل كملت، وفي الآخر واحد من الكلاس ميتس سألني سؤال أنا مش prepared لإجابته. بصراحة to be honest، بدل ما أفتي قلت له أنا مش متأكد of the answer، عشان كده I will do more research بكرة. بعد ما خلصت كنت upset شوية من المستيك اللي عملتها، بس في نفس الوقت كنت glad جدا إني ما استسلمتش وعرفت هاندل الموقف بأونستي. دي كانت أحسن طريقة عشان أقدر overcome الأبستكل ده وأكون braver المرة الجاية.